أعزائي التلاميذات والتلاميذ، في هذا الفيديو غادي نحاولوا نهضروا على الآفاق الدراسية لشعب الآداب والعلوم الإنسانية ما بعد البكالوريا. إذن أول حاجة غادي نشوفوا شنو هما المسالك الجامعية الممكنة. ثاني حاجة غادي نشوفوا المدارس العليا بمباراة أو انتقاء. ثالث حاجة غادي نشوفوا شنو هما التخصصات المتاحة في التكوين المهني. رابع حاجة غادي نشوفوا المنح المقدمة بالنسبة للدراسة بالخارج. دابا غادي نشوفوا شنو هما المسالك الجامعية الممكنة لشعب الآداب والعلوم الإنسانية ما بعد البكالوريا. كاين كلية الآداب والعلوم الإنسانية. بالنسبة للتخصصات المتاحة في هذه الكلية كاين الدراسات العربية، الدراسات الإسلامية، التاريخ والجغرافيا، كاين الفلسفة، كاين علم الاجتماع، كاين علم النفس، كاين اللغات الأجنبية كاللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية إلى آخره. كاين عاوتاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. التخصصات المتاحة في هذه الكلية كاين القانون الخاص ولا القانون العام ولا العلوم السياسية ولا العلاقات الدولية. كاين عاوتاني كليات متعددة التخصصات تشمل شعابا مختلفة حسب المدينة. بالنسبة للمدارس العليا بمباراة أو انتقاء كاين كلية علوم التربية، كاين المدارس العليا للأساتذة لينيس، كاين المدرسة العليا للفنون الجميلة، كاين عاوتاني معاهد الصحافة والإعلام، كاين عاوتاني معاهد الترجمة، المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، معاهد العمل الاجتماعي، وكاين المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي. دابا غادي نشوفوا شنو هما التخصصات المتاحة في التكوين المهني بالنسبة لشعبات الآداب والعلوم الإنسانية. كاينين تخصصات متعددة في الإعلاميات، كاين عاوتاني التصميم، كاين الإدارة، كاين السياحة، كاين التجارة إلى آخره. بالنسبة للتخصصات متاحة حسب التخصصات والجهة. بالنسبة للدراسة بالخارج عبر منح دراسية أو الدراسة الذاتية في دول مثل فرنسا، إسبانيا، تركيا، كندا إلى آخره. يعني هنا كاينين بزاف ديال الدول اللي تيقدموا منح دراسية. كاين حتى الصين. كما قلنا المجالات ديال هاد المنح كاين اللغات، كاين الإعلام، كاين القانون، الفنون، الفلسفة، العلاقات الدولية إلى آخره. دونك إلا بغيتو نهضروا على شي كلية ولا شي معهد، ما عليكم غير تكتبوه في التعليقات وغادي نديروا عليه فيديو نشرحوه مزيان. مثلا نشرحوا شنو هما يعني الشروط ديال القبول، واش يعني